السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح يوم جديد، يوم سعيد عليكم إن شاء الله. النهاردة هنعمل اللبن الرايب الطبيعي أحسن من اللبن الرايب اللي بيتباع في المحلات. الطريقة عندي بسيطة جدا. هجيب هنا لبن من عندي اللبان من غير ما يتغلي من غير أي حاجة. أحطه عندي في أي حلة عندي، في أي حلة عندي ليها غطا كده، أو علبة تلاجة أو أي إناء فخاري كده، وأغطيه وأسيبه في الصيف لمدة يوم 24 ساعة. لو الدنيا شتاء ممكن أسيبه لمدة يومين، لو في خريف أو الربيع ممكن يوم ونص. بعد كده أدي شكلهم بعد ما سبتهم في مكان دافئ في المطبخ بالشكل ده متماسكين. أنا هحطهم في التلاجة لمدة ساعة واحدة، لو مش حابة عادي. هلاقي الشكل زي ما انتوا شايفين كده، شكل كريمي. هو شبيه للزبادي بس الطعم بتاعه حامض اكتر من الزبادي، حمضي اكتر من الزبادي. ممكن يتاكل كده عادي، او ممكن اضربه في الخلاط واعمل منه هنا مشروب الرايب. كمان هلاقي الوش بتاعه دسم وسميك. الوش ده ممكن ده اقعد يتعمل منه قشطة، او يتجمع ويتعمل منه سمنة بلدي. انا ممكن اضربه في الخلاط، اضيف له سكر او ما اضيفلوش حسب الرغبه بتاعتي. ممكن اضيف له بقى بالفواكه، لو عندي فواكه اضيف لي فواكه طبعا بيخلي طعمه لذيذ وحلو جدا. انا هضربه في الخلاط هنا واحط له هنا معلقتين 3 سكر. بس انا ما عنديش فواكه، فهعمله هنا لبن رايب ساده. واتحكم في السمك بتاعه، اخففه بكوباية مية أو كوبايتين حسب السمك اللي أنا عايزاه. لو حابة القوام بتاعه يبقى سميك، أضيف له حوالي كوباية مية صغيرة، حوالي 100 مللي مية. لو قوامه خفيف أزود شوية. دول حوالي نص كيلو لبن أنا استعملتهم، كانوا عملت منهم اللبن الرايب. هضربهم في الخلاط. بعد ما اضربهم في الخلاط ادي الشكل بتاعهم كده، الشكل القوام بتاعهم ده زي ما انتوا شايفين، القوام متماسك وكريمي. وليك الحرية أو الرغبة إنك تاكليه في أو تعمليه عصير بالفواكه أو بالسكر حسب ما تحبي. زي ما اتفقنا إن اللبن الرايب هو بيتعمل من اللبن قبل ما يتغلي، لكن الزبادي بيتعمل من اللبن بعد ما يتغلي. ده الفرق الوحيد ما بينهم. كمان الطعم بيبقى هنا طعم اللبن الرايب لاذع شوية، لكن الزبادي بيبقى أقل يعني حمضية منه. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.